اذاكر جراحه التجميل في قد ايه؟ في شهر ولا في 3 شهور ولا في 6 شهور؟ الحقيقه ان الكوريكولم بتاعك كده كده ثابت. اغلب الكتب بتاعتك هتلاقيها 3 فوليوم، اغلب الكتب بتاعتك هتلاقيها 7 موديولز، هتلاقيها فوق ال 145 توبيك. فانت مشكلتك انت بدات امتى؟ يعني ما يجيش واحد قبل الامتحان باسبوع ويقول لي انا اعمل ايه. هو ده مش هيغير من حقيقه ان الامتحان بتاعك هيجي في الثلاث اجزاء ال7 موديولز وعلى اكتر من 145 توبيك، وعندك تحل في ايه؟ essentials، الكتاب الازرق، الكتاب الاحمر زي ما شاع عنهم، وكل الامريكان سوسايتي ودونالد والريكولز وكل الليله دي كلها. عندك فوق 11000 MCQ مطلوبين منك تحلهم. طب احلهم ازاي؟ اجيب وقت منين؟ ما هي دي المشكله. هو مفيش حد ساحر هيجي يقول لك ذاكر كذا من دولت في شهر وتنجح. طيب ليه هتلاقي على البلاتفورم ان في اوبشن الشهر؟ ما في ناس زنقت نفسها زنقه الارنب، هنمشيها الارنب ماشي، او الارانب جمع ارنب ماشي، وهتذاكر قبل الامتحان بشهر. هو دي مشكلتك انت محتاج تحلها. وهنحلها ازاي؟ ان انت عندك ال 200 ساعه اللي المفروض كنت تذاكر فيهم ما ذاكرتهمش. انت لو وزعت نفسك بقى على الثلاث شهور هيكون افضل، ولو كان على 6 شهور افضل بكتير. طب هي ما تنفعش. انا بقول لك على حاجه، طالما عندك امتحان ذاكر. انت من ساعه ما اتولدت انت بتذاكر، والمعلومات بتاعتك لازم تبقى كامله. فانت هتذاكر ازاي في شهر ولا 3 شهور ولا 6 شهور؟ انا بقول لك افضل حاجه تخلي المعلومات بتاعتك كامله. عشان كده كان لازم في البلاتفورم اسيب لك انك انت كل يوم عندك راديو تسمعه مجاني، عندك انك انت في 10 MCQ على الاقل حلهم. انا هفاجئك بحاجه، ان في ناس اساسا بتدخل للامتحان وهي ما حلتش اكتر من 10 MCQ في اليوم. انا مش فاهم ازاي. ما ينفعش تخلي الامتحان بتاعك هو اخر، هو التجربه اللي انت بتجرب فيها نفسك في الامتحان. عملتها ازاي؟ ما ينفعش. امتحانك ما ينفعش يكون اول مره تختبر نفسك فيه. امتحانك كان ريتن، امتحانك كان ايسي او شورت ايسي كما يدعوا، او MCQ. الMCQ صديقك ليه؟ هيخلي المعلومه ليها ثقه. مثال، يعني انا لما اجي اقول لك سؤال بسيط، تعال نجرب كده. حد فيكم ذاكر التندون اند نيرف ترانسفير؟ انا ما اعرفش احواركم ايه، بس تعال. هو يا ترى ايه من دول هي اهم فيتشر على اساسها تعمل تندون ترانسفير؟ يا ترى لان العضله لازم تبقى اللي انت هتنقلها لازم تبقى اقوى من العضله اللي انت هتعوضها، ولا يكونوا سينرجيستيك اكشن، ولا المفروض انها تعمل كذا وظيفه، ولا الاكسكيرشن يكون اعلى، ولا تكون شغاله في فيكتور غير الفيكتور؟ يا دكتور بشوي، هو انا عارف ان التندون ترانسفير احنا بنعمله لما ما بينفعش نيرف ترانسفير. فانت دخلتني في تفاصيل صراحه. هقول لك هي ولا تفاصيل ولا حاجه. هو في قواعد للتندون ترانسفير، انت لو مش عارفها، انت لو مش محضر نفسك ليها، انت بتضيع وقت. يعني الفكره كلها انك انت العضله هتنقلها لازم تبقى نفس الباور، ولازم تبقى كمان في نفس الفيكتور، والاكسكيرشن لا يكون زياده ولا يكون اقل. طبعا في واحد نفسه يسال سؤال، هو ايه هو الاكسكيرشن؟ هقول لك هو ده مش وقته خالص. ماشي. الفكره كلها ان الباور لازم تبقى قد الباور، فلازم تبقى سينرجيستك. يعني ايه سينرجيستك؟ نفس الاداء بتاعها. لكن ما ينفعش يكونوا عكس بعض، لان لو عكس بعض هيبقى المشكله. يعني ايه؟ هقول لك على حاجه. هو انت لما بتيجي تعمل اكستنشن صوابعك بتقفل ولا بتفرد؟ ولما بتيجي تعمل ريست فليكشن صوابعك بتفرد ولا بتتني؟ هو ايه فايده السؤال ده؟ هقول لك انا. هو انت لما تعوز تريبليس الاكستنسور تجيب له ريست فليكسور ولا ريست اكستنسور؟ يعني لو عايز احط تندن ترانسفير للاكستنشن، اخد لك فليكس اكستنسور كاربي رادياليس لونجس او بريفس، ولا اخد واحده من الفليكسور بتاعت الريست؟ هتكتشف ان هقول لك خد واحده من الفليكسور بتاعت الريست. ليه؟ عشان دي سينرجستيك افكت. وانت لما بتتني الريست صوابعك بتتفرد، ولما بتعمل اكستنشن للريست صوابعك بتتني. لو مش مصدق اعرف نفسك وجرب على ايدك، واحنا مش فاتحين كاميرات ما بينك ما بين نفسك، واعرف نفسك واكتشف الحركه دي. هتلاقي وانت بتتني الرزغ بتاعك صوابعك اميل او بتميل انها تفرد، ولما تيجي تعمل اكستنشن للريست بتاعك تكتشف ان صوابعك بتقفل. ويلكم ان تندون ترانسفير.
هتعرف الكلام ده ازاي من غير ما تكون بتحل MCQ؟ هتكون مضيع نفسك، وتيجي تقول هم بيجيبوا اسئله صعبه في الامتحانات. واحد تاني يقول لي لا 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 يا دكتور بشوي، هم الاسئله كانت كلها باثولوجي. هقول لك ما هو اللي جايب لك سكين ليجن، هو السكين ليجن ايه غير هيستوباثولوجي؟ لا لا هو بيدوس زياده. هقول لك هو لو جاب لك الامتحان 70% انت عارفه او 60% انت عارفه، 10% فور اكسبرت و30% فعلا ما حدش يعرفهم، لا انا ولا اللي حاطط لك الامتحان، اقول لك ده مقبول. دكتور بشوي انت بتقول كده عشان انت خلاص خدت شهادات وبقيت استشاري. هقول لك لا، هو ده الكونسيبت اللي كنت بذاكر عليه من قبل ما ادخل. لما باجي افكر بفكر هو الممتحن هيحط ازاي. جيبها بالعكس، نفس النظريه دي. انت بتفكر هو الامتحان بيتحط ازاي، حط نفسك مكان الممتحن وهتوصل. التراب انك انت لو دخلت من اي بوابه وتشوف الشابتر السهل ليك وتذاكره. واحد يقعد يذاكر الفلابات والتنانين المجنحه بتاعت الفلابات، بعد كده يكتشف ما تسالش في الفلاب البلاد سبلاي بتاعها ايه، هو الكلام ده ايه. هو اتسال هو الفلابه دي ادفانسمنت ولا مش ادفانسمنت، واتسال هو الفلابه ديت اكزيال ولا مش اكزيال، ما اعرفش ايه وحوارات. هو مش فاهم هو جت منين. او راح قال له هو السكيب فلاب. واحد قاعد معانا هنا ما يعرفش ان السكيب فلاب هي نفس الجروين. ما اعرفش هي ديت تعتبر لوكو ريجونال لو خدها في نفس المكان، ولا هي ديستانت فلاب لو خدها للهاند. ده عنده مشاكل محتاج يعالجها. فاهم قصدي؟ والموضوع طبعا بيكون اعمق من كده. انا ما بقللش من الناس اللي بتكون شغاله وقبل الامتحان، وطبعا وقطعا اللي ايده في الميه غير اللي ايده في النار. وانا مشاعري قبل الامتحان اكيد مش مشاعري زي دلوقتي، وانت دلوقتي قدامك حوالي 30 يوم قبل امتحانك فما اقل، واكيد بتفكر بطريقه ثانيه خالص.